السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في نهار جديد وفي فيديو جديد اللي هو تاني فيديو على القناة. كنتمنى انكم تفاعلوا معاه وغادي ندوزو مباشرة باش نسمعوا القصة اللي هي جزء تاني من فيديو اللي كنت شاركت معكم قبل، واللي بغينا نعرفوا فيه اشنو وقع مع البطلة ديالنا ايمان اللي حسات بشي واحد جرها وما بقاتش عاقله على حتى شي حاجه. في نظركم شنو غيكون وقع البطلة ديالنا؟ ندوز نسمعوا القصه باش نفهموا مجموعين. فقت في بلاصه اقل ما يقال عنها انها زوينه. ما نقولش لكم البنات البلاصه كيفاش كانت دايره، شي حاجه فوق الخيال. غير السرير اللي كنت ناعسه عليه رطيط لواحد الدرجه ما كتصورش. عمرني حسيت بحال هذيك النعومه في هذاك السرير. بقيت كندور في عويناتي وفي نفس الوقت كنفكر واش انا ناعسه كنحلم او لا فايقه. وملي تاكدت بانني فايقه من بعد ما قرصت راسي واحد جوج قرصات، بقيت كنفكر وكنقول شكون اللي وصلني لهاد البلاصه وما عارفاش حتى فين كاينه انا بالضبط. نط وقفت، لقيت راسي لابسه بينوار حريري صراحه زوين وعجبني بزاف، ولكن شكون اللي لبسني وكيفاش وصلت لهاد البلاصه اللي باينه انها من ممتلكات اشخاص لاباس عليهم. بقيت كندور في عويناتي، ما كانت لا تصويره لا حتى شي شخص ولا حتى حاجه في هذيك الغرفه. هذيك الغرفه الطابع ديالها طابع البروده، كانوا الوانها ما بين الاسود والبيج وشي ديكورات بزاج. تمشيت بشويه للبالكون رغبه في ملء الفضول اللي كان عندي ناحيه هاد البلاصه، ولكن غير خرجت حسيت بشويه ديال البرد نظرا للباس اللي انا كنت لابساه، وكان الجو بارد اللي كان كيضربني في وجهي. شفت واحد الحديقه كبيره دربنا كامل وما يكونش قدها. الالوان فيها زوينين بزاف، الشوفه فيهم تخليك تضحك بلا ما تحس. ولكن انا شكون اللي جابني لهنا؟ سمعت شي خطاوي مورايا، دورت راسي لقيته هو. ما يمكنش، كيفاش انا وصلت لهنايا ومع هاد الشخص؟ لا ما يمكنش. ونمشيو عند نعيمه وياسمين اللي كانوا مخلوعين على ايمان اللي تعطلات عطيله ما عمر سبق لها دارتها من قبل. غير هو مع الوحده قالوا يمكن مشات تغدى مع صاحبتها وما تسناوهاش هما الغدا. ولكن دابا راه 8 د الليل وباقا ما جاتش. تخلعوا عليها بزاف وخرجوا كيقلبوا عليها في الدرب، والو ما لقاوهاش. حتى عيطوا على صاحبتها وما لقاوهاش عندها. عيطت نعيمه للاب ديالها باش يجي ويمشيو للكوميساريه يقلبوا عليها. وحنا غادي نرجعوا للرباط عند لاله ايمان. ما يمكنش لاله، ما يمكنش. كيفاش يكون هو وعلاش جابني لهنا اصلا؟ نو ما يمكنش. كيفاش هاد الشيء غيجاوبها رياض؟ ما عرفتيني الا وداكشي اللي كنفكر فيه بصح. ايمان ياك؟ واسمي بصوتك اجمل نداء. جاوبته ايمان شنو اللي بصح وعلاش انا؟ اش بغيتي مني؟ انت راك خطفتيني، تقدر تدخل الحبس. واش في خبارك هاد الشيء؟ بغيت نمشي في حالاتي. جاوبها رياض ببروده. سؤال واحد اللي نجاوبك عليه. قالت له ايمان علاش انا هنا؟ قالها حيت انا بغيت. قالت له ايمان واش انت مريض في عقلك؟ بغيت نمشي في حالي سمعتيني. جاوبها رياض القطيطه دابا انت وليتي من ممتلكاتي الخاصه. عرفتي علاش؟ اولا حيت شفتي اللي ما خصوش يتشاف، ثانيا حيت بغيتك. جاوبته ايمان وانا ما بغيتكش. قالها رياض ما كيهمنيش، مع الوقت تبغيني بزز. ايمان قلبت عينيها وقالت له واش ما غتخلينيش نمشي؟ رياض قالها بلا ما تحلمي. قرب عندها وقجها من عنقها وقال لها اخر مره تقلبي عليا عينيك سمعتيني. وهنا ايمان كتبان باللي تسلل شويه ديال الخوف لقلبها من بعد ما كان سيء هاد كاع داك الهدوء، ولا غاضب الشكل ديالو دغيا تقلب. واحد شويه هي تجاوبو قالت له واخا. طلق منها وتم غادي وكيدوي. قال لها غيجيو عندك شي بنات في الليل تكوني واجده. جاوبته ايمان كيفاش واجده؟ شنو كتقول انت؟ غندمك سمعتي؟ والله حتى غندمك. جاوبها رياض ببروده وقال لها غنكون في انتظارك. وهنا ايمان كتقول دخلت دوشت حيت حسيت براسي عيانه، والحمام كان في الزرق غامق فيه بزاف البرودويات البنات والروايح زوينين.
غنقول لكم داكشي كيدوخ، ها ريحه الخوخ، ها ريحه الفريز، انواع واشكال. دوشت مزيان مني خرجت، لبست واحد البيجامه اللي كانت فوق الناموسيه وحداها بلاطو فيه الماكله، اكيد هو اللي غيكون قال لهم يجيبوا هذا الشيء. لبست حوايجي دغيا مشيت كناكل، حيت كان فيا الجوع وكنت متناسيه كل شيء مني كنشوف الماكله. صراحه ماشي متناسيه، وانما كنحاول ندير راسي متناسيه. هذا الشيء اللي انا فيه، وانا متاكده بان اللي جاي ما ساهلش، غير ساليت. كانت ماكلتي بشويه تمو داخلين بزاف البنات بداو كيقادوا فيا، وحده مكلفه بيدي، وحده بشعري، وحده بوجهي، كل واحد شنو تيدير. كنت بغيت نعاندهم، ولكن تفكرت باللي هما غير عبد مأمور، خاصني نهرب من هذا المريض. من بعد شي ساعتين هكاك سالاو ليا ومشاو. نط وقفت قدام المرايه، تصدمت في راسي. واو كان بان زوينه صراحه. هذا الجمال فين كان مخبي؟ شويه تم داخل هذاك، درت راسي ساهيه بحال ما عارفاش اش كيتسناني اليوم. ايوا طول فيا الشوفه، هو يقول هادشي كامل كنتي مخبيه؟ جاوبته قلت له سير في حالك، خرج من بيتي. رياض رد عليها باستهزاء، هو يدير واحد الضحكه شريره. دغيا رديتيه بيتك، راه بيتي هذا لالا، وانتي اللي داخله ليه. جاوبته ايمان ايوا هاني غنخرج منه. تميت غدا جيت الباب وجرني عنده، حتى وليت كنحس بانفاسه بعنقي. رياض غتمشي ولكن ماشي دابا. انا تما صافي تخلعت وبديت كنترعد. هو بدا كيتمادى، تمادى حدودو بزاف معايا. ما حسيتش براسي حتى هزيت يدي للسما وصرفقته. ومن بعد هذيك التصرفيقه غادي نفيق على الصباح، لقيت راسي عريانه كيف ما ولدتني امي، وعيانه مدقدقه، والمشكله ما عقلت على والو. هو كان حدايا، لا ما يمكنش، الله يا ربي هذا الشيء، وزعما يكون داكشي اللي في بالي. لا ما يمكنش. ايمان كضرب في كتافو وكتقول لي هي انت فيق، نوض قلت لك فيق. واحد شويه هو يدور، هو معصب وطالع عليه الدم. جمع لها يديها عند راسها وقال لها واش انت ما غتخليش لي نعس؟ قالت له ايمان شنو وقع وعلاش انت حدايا دوي؟ جاوبها رياض اخر مره تغوتي كتسمعيني؟ قالت له ايمان وهي ما حساش بدموعها تبداو كينزلوا. عافاك قول لي واش طرات شي حاجه؟ جاوبها ببروده وقال لها طرات. ناض توجه للحمام، خليها تما غارقه في دموعها كتحاول تستوعب هادشي اللي هي فيه. ولكن داكشي اللي وقع ماشي كيف ما قاعد تخيلته، لانه من بعد الصوت ديال التصرفيقه اللي صرفقت ايمان رياض، واللي تسمع الصوت ديالها في انحاء الغرفه، ايمان كانت مخلوعه. ورياض تصدم، عمر شي بنت ما هزت فيه عينيها ولا حمرت فيه، بقى غير ضربه. هذيك الوقيته من بعد ما صرفقاته دار عندها بشويه بواحد الهدوء يخليك تسخف بلاصتك. هي بانت ليها القضيه غتحماض وهي تضربها بجريه للحمام، ولكن قبل ما توصل كان رياض شدها ولاحها فوق الناموسيه. وتما بدات ايمان كتغوت وكتقول له والله ما نعاود، ها العار ما نعاود، سمح لي عافاك. رياض بالعصبيه ديالو قال لها برهوشه بحالك انت تصرفقني، غنوريك رياض بن جلون شكيسوا. عطاها واحد دقه لوجهها حتى طاحت وفقدت الوعي ديالها. اش كتسناو من وحده كيف النمله قدام الفيل؟ هزها حيد لها حوايجها. ما نكرش باللي رياض مني شافها هكا كتبري وكلها كانت مقاده، ما كراش انه يدير علاقه معها، ولكن حبس راسو حيت باقي الحال. حطها في الناموسيه وجرح يديه ودار نقاط الدم في الناموسيه. ومن بعد خربق ليها شعرها ودار ليها واحد البوماده كتخليك تحس بالحريق. المهم راكم فهمتوني. ونعس ما دار والو. وهنا غنرجعوا البطله ديالنا ايمان اللي كانت كتبكي وكتحس باللي صافي ضاعت ليها الحاجه الوحيده اللي كانت محافظه عليها. صافي مشات خداه هو. نخليوها ونمشيو عند رياض في المكتب ديالو. ايثار خوه قال له خويا رياض باللي خلي البنت تمشي في حالها، راه باقا صغيره. عندها شي حاجات بحالها، ولكن ايمان راه باقا صغيره.
رياض ما كيهمش، ديها في خدمتك ونساها عليك، ما نلقاكش كدور بها سمعتي. قال له ايطار كون هاني راها بحال اختي. قال له رياض مزيان، دابا سير شوف ليا يمسى انا خدو السلعه وراقب شويه ديك الشركه، راه ملناها هاد الايامات، انا ما غنكونش مسالي. قال له ايطار غتكون مع حبيبه القلب. رياض هز فيه عينيه، هو يقول له ايطار هاني غادي خويا، غير كنضحك معاك. عند ايمان دوشات وجلسات في البالكون كتشم الهواء، كتحس براسها مخنوقه في هاد الدنيا. من ديما الانسان كيحلم بزاف وتيبغي يكون عنده كل شيء، الفلوس، الصحه، الثقافه، كيبغي يكون انسان متكامل واخا يتخلى على كل شيء على قبل كل شيء، ولكن كينسى بلي بلا عائله ما يقدر يدير والو. هادشي اللي وقع الإيمان، واخا ما كانتش راضيه بالعيشه اللي فيها 100%، ولكن دابا ها هي تقريبا عندها كل شيء واي حاجه بغاتها تقدر ديرها، ولكن توحشت عائلتها بزاف. حست براسها بان عائلتها كانت هي الدرع الحامي اللي ودابا ولاو كلاب ينهشوا في لحمها كيف ما بغاو، حيت هي وحيده. بذكر عائله ايمان، فلاله نعيمه بغات تسطع على قبل بنتها، وياسمين خايفه بزاف على اختها. باها داير كل ما في جهدو باش يلقاوها، بلغوا البوليس ولكن والو، باقي ما لقاو حتى دليل واحد بانها مخطوفه وماشي هاربه. هذه هي الشرطه المغربيه، البنات كيلصقوا فيهم كل شيء، ما فكروش باللي البنت تقدر تكون مخطوفه ولا ميته، لا قالوها تكون هاربه مع شي واحد. كنظن باللي انهم يلقاوها شي حاجه مستحيله. العائله تقدر توصل ليا، الاحلام بقاو عندي وحتى شرفي ما بقى عندي والو، ما بقاتش عندي حياه. الموت حسن ليا. الله يا ربي تسمح ليا على هادشي اللي غادي ندير. هادو غير افكار ايمان وهي في البالكون كتفكر تنهي حياتها، وفرمشت عين تلاحت من هداك البالكون. وفي نفس الوقت كان رياض جاي وشافها وهبط كيجري لابيسين اللي جا ديريك تحت البالكون. نزل عندها من الدروج بالزربه، لقاها غارقه في لابيسين وما فكرش دقيقه باش انه يتلاح من موراها ويجبدها، لانه في هذيك الوقيته هي كانت كتفكر في اختها ياسمين مضربه مع صحاباتها، وتفكرت حياتها اللي كانت ممله ولكن جامده الله عليها، وتفكرات مني تخطفات، تفكرت شرفها اللي مشى، وبشويه بشويه غمضت عينيها حتى تلاحت. رياض نزل تحت وجبدها وتم هزها وخرج من لابيسين، هي فاقده وعيها، عيا ما يفيق فيها والو. رياض بالخوف ديالو على ايمان كيقول لها ايمان فيقي، حلي عينك، عافاك ايمان. والو ما بغاتش تفيق، بدا كيتخلع عليها. هو يجي ايطار قال له شنو واقع اخويا، شنو وقع ليها، واش لاحت راسها في لابيسين؟ قال له رياض ماشي وقت الاسئله دابا، وجد اللوطو غنمشيو للوبيطال، دابا توقع ليها شي حاجه ما تعطلش. ايطار مشى كيجري يخرج اللوطو من الكراج، ورياض هزها وتم غادي بها للوطو باش غادي يمشيو. طريق كامله ورياض كيحاول يفيق فيها، ولكن ايمان ما كايناش في هذا العالم، والتنفس ديالها ضعيف. دخل رياض كيغوت وفينكم. بغيت الطبيبه دابا تقول لي مرتي، كتسمعوا بغيتها حيه حل عينيها، كتسمعوا الاطباء دهشروا وبداو غير كيتفتفوا، حيت رياض حجرته ثقيله في البلاد، ما عرفوا منين يبداو. دخلوها لقاعه العمليات حيت التنفس ديالها حبس والنبض ديال قلبها قليل. رياض برا هو وايطار كيتسناو في شي خبر، دات شي 3 ديال السوايع بحال هكاك وخرجت الطبيبه عندهم. اسمح لي ولكن رياض قال لها كيفاش تسمح لي، هي ما ماتتش ياك؟ الا ماتت غنتبعك ليها، سمعتيني؟ قالوا ايطار تهدن اخويا، خلينا غير نسمعوا بعدا. رياض هاني مهدن دوي يلا، لا كان شي خبر خايب غير رجعي حييها، سمعتيني؟ الطبيبه بالخوف ديالها قالت ايمان. وباش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي نخليو تتمه ديال القصه حتى الفيديو الموالي، وهكا غادي تخليو ليا في التعاليق واش كتهمكم القصه، واش نتوما متشوقين شنو غادي يوقع في الاخر او لا.
خليو لي رايكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا باش هكا يوصلكم تتمه الفيديو وكذلك باقي القصص اللي غنحط. وشكرا لكم على الاستماع ديالكم.